العين التي لا تغلق داخل جزيرة جيفري إبستين، واليوم ولأول مرة تكشف ما لم يظهر في آلاف الملفات وتروي ما رأته في الأجنحة التي منع الجميع من دخولها. إذن نترككم مع الشهادة الكاملة لكبيرة الخدم في جزيرة إبستين. ما يجب أن تعرفوه هو أن جزيرة إبستين ليست مجرد قطعة أرض في البحر، إنها متاهة مصممة بدقة لشل العقل. نعم، هناك المنتجعات الفاخرة، الشواطئ التي تلمع تحت الشمس، القاعات المصممة لسهرات غير اعتيادية، لكن كل هذا كان القشرة فقط. هناك أجنحة يمكننا تسميتها بالسرية أو الخاصة جدا لم تكن متاحة للجميع، حتى أنا وفريقي من الخدم منعنا من اقترابها لسنوات. إبستين لم يسمح لي بفتح تلك الأبواب إلا بعد أن اختبر ولائي بالسكوت، وبعد أن تأكد أنني أصبحت حرفياً جزءاً من الأثاث. أتحرك، أرى، لكن لا أتكلم. هذه الأماكن تحديداً هي ما لن تجدوه في أي ملف منشور. هو كان يمحو أثرها يومياً. لا أوراق، لا تعليمات مكتوبة، ولا حتى أي دليل رقمي، وكأن تلك الأجنحة لا وجود لها رسمياً. وحتى عندما نلت شرف الدخول لتنظيفها لم يكن ذلك مسموحاً في أي وقت. كانت هناك مواعيد دقيقة وإشارات معينة وأجواء مريبة تسبق دخولنا. وإذا كنتم ترونني الآن شاحبة، أو إذا كنت أعاني من اضطرابات نفسية وأفقد شهيتي للطعام لأيام، فذلك بسبب ما رأيته هناك. ومن بين كل تلك الأجنحة كانت هناك غرفة واحدة هي الأكثر رعباً، الغرفة التي كنا نسميها بين الموظفين بالغرفة الغارقة. هذه الغرفة بالذات لا يمر أحد بجانبها صدفة، ولا يفتح بابها إلا عندما يحدث شيء غير عادي. كانت معزولة عن المبنى بطريقة لا معنى لها. جدران بسماكة غير مفهومة، أرضية ميكانيكية تتحرك بصوت خافت، ونظام تهوية مختلف تماماً عن باقي الأجنحة. لكن الشيء المرعب فعلاً هو ما كان تحت تلك الأرضية. كانت هناك فتحة ميكانيكية تفتح مباشرة نحو البحر، وليس أي بحر، بل نقطة عميقة جداً معروفة بتجمع أنواع معينة من الأسماك المفترسة، وبطريقة لا يمكن تجاهلها. وأعتقد أنكم لا تحتاجون أن أخبركم بما كانت تطعم تلك الأسماك، فالأمر كان واضحاً لكل من شاهد ما رأيناه. ما أستطيع قوله دون أن أعرض نفسي للخطر هو أننا رأينا أشخاصاً يدخلون تلك الغرفة ولا يخرجون بعدها أبداً. تلك الأجنحة لم تكن تشبه أي شيء في الجزيرة. إذا كانت المنتجعات الخارجية تظهر الرفاهية التي يعرفها الضيوف، فإن الأجنحة الخاصة كانت تظهر وجه الجزيرة الحقيقي، عقلية مهووسة بالسيطرة لا بالمتعة. الديكور هناك لم يكن جميلاً أبداً، كان بارداً، محسوباً، مصمماً ليؤثر عليك لا لترضى عنه. الجدران كانت مغطاة بطبقة سميكة من المخمل العازل للصوت، وبمجرد أن يغلق الباب خلفك تختفي الأصوات تماماً. لا رياح، لا أمواج، فقط صمت خانق، وكأن المكان منفصل عن العالم. الإضاءة لم تكن تأتي من الأعلى، بل من فتحات صغيرة في الأرض والجدران، إضاءة منخفضة تجعل المكان غامقاً من طرف ومكشوفاً من طرف آخر. إبستين كان يتحكم بها عبر لوحة تحكم صغيرة قرب الباب، كان يغير شدتها حسب ما يريد، أحياناً يجعلها حمراء خافتة، وأحياناً بيضاء قوية مثل غرف الفحص، وكأنها إضاءة خلقت لتكشفك لا لتظهر المكان. والأغرب وجود عدسات صغيرة مخفية داخل براويز اللوحات، لوحات كلاسيكية لنساء من العصور القديمة. طبعاً هي عدسات للتصوير، وبالتأكيد كانت تصور كل شيء. فمن الممكن أن تنتشر في الأيام القادمة مقاطع وصور أيضاً، وليس فقط ملفات وإيميلات. الأثاث كان منخفضاً جداً، قريباً من الأرض، بطريقة تجعل الجالسين يشعرون بأنهم أصغر، وأولئك الذين يقفون فوقهم يشعرون بأنهم أكبر. الأرائك كانت من جلد أسود لامع، باردة جداً عند اللمس، كأنها لم تصنع للراحة، بل لتذكيرك بأنك لا تملك شيئاً في هذا المكان. أما الأرضيات فكانت من رخام أسود مصقول لدرجة أنك ترى انعكاسك بوضوح مخيف، وكانوا ينظفونه بمواد تجعل سطحه زلقاً دائماً، حتى طريقة السير داخله كانت مربكة. وهذا لم يكن صدفة أبداً. كل شيء في تلك الأجنحة، الإضاءة، الأثاث، الجدران، ملمس الأرض،
كان يقول شيئا واحدا: هذا المكان صمم لتفقد فيه توازنك، لا لتستعيده. ميول إبستين كانت غريبة جدا. هو لم يكن رجلا يبحث عن الجمال أو النضج أو الإغراء. كان اهتمامه موجها دائما نحو فئات عمرية صغيرة جدا، أعمار لا يفترض بأي رجل في مكانته أن يقترب منها أصلا. كنت أرى في الجزيرة نساء بالغات عارضات أزياء، نساء من أجمل ما يمكن أن تراه العين، لكن الغريب هو لم يكن يلتفت إليهن، بينما تتغير ملامحه بالكامل عندما يرى فتاة صغيرة. وأنا ككبرى الخدم كنت أرى ذلك يوميا. كان واضحا جدا أن هذا ليس ذوقا خاصا ولا نزوة عابرة، بل كان أساس حياته وجوهر شخصيته ومحور كل ما يدور في الجزيرة. لكن الأخطر من ميوله هو قدرته على جر الآخرين إليها. كان يمتلك كاريزما طاغية، شخصية اجتماعية قوية جدا، وطرق إقناع رهيبة، حيث كان يجلس مع أصدقائه من أصحاب النفوذ ويبدأ في جرهم. كان يقنعهم بأن تجربة ما يفعله هو قمة التحرر، وأنها تجارب فريدة يجب أن يجربوها، والظاهر أنهم أحبوا ذلك فعلا. ربما اعتبروها نزوات عابرة أو كسر للروتين، لكن بالنسبة له كان هذا هو أسلوب حياته الوحيد. هنا يظهر ذكاؤه الحقيقي. جيفري لم يكن يبني تلك الشبكة من الأصدقاء الأقوياء للمتعة فقط، كان يبني درعا. كان يدرك أن توريط هؤلاء النافذين معه هو الضمان الوحيد لبقائه. هذه الشبكة كانت توفر له الحماية والغطاء الكامل لأنشطته السرية. كان يعلم أنه طالما أن الكبار متورطون في هذا الجانب المظلم، فلن تجرؤ العدالة على الاقتراب من الجزيرة. هو لم يكن مجرد شخص ذكي، بل كان داهية في الرياضيات والفيزياء. تخيل أن شخصا لم يكمل تعليمه الجامعي حتى استطاع أن يخترق نظام مدرسة دالتون المرموقة في نيويورك، وهي المدرسة التي لا يدخلها إلا أبناء الطبقات الأرستقراطية. كان يدرسهم الرياضيات ببراعة مذهلة، وهذا يفسر كيف كان يدير حياته لاحقا. كان يرى البشر مجرد أرقام في معادلة، والجزيرة كانت مختبره الخاص. لكن كما تعلم لم يدم الأمر طويلا، فقد تم طرده، وذلك لمخالفته شرف المهنة. وعندما تسمع هذا التعبير في سياق شخص كإبستين، فلا يحتاج الأمر للكثير من الذكاء لتعرف ما الذي كان يفعله. كان يتواجد يوميا وسط فتيات في عمر الزهور، بنات العائلات الأكثر نفوذا في أمريكا. بصفتي كنت قريبة منه لسنوات، أستطيع أن أؤكد لك أن ميوله تلك لم تبدأ في الجزيرة، بل نضجت هناك. هذه المرحلة هي التي صقلت موهبته في الاصطياد. كان يقول دائما بأسلوبه الواثق: الرياضيات لا تكذب، الناس هم من يكذبون. وكان يقصد بذلك أنه وجد الصيغة الحسابية التي تجعل الجميع يسيرون خلفه، سواء بدافع الشهوة أو بدافع الخوف. في نهاية التسعينات، عندما بدأت عملي في الجزيرة، لم تكن الأمور بهذا الصخب الذي تسمعونه الآن. كانت البداية هادئة وممنهجة. لم يكن جيفري يطلب جيوشا من الفتيات في البداية، بل كانت تأتي الفتاة تلو الأخرى بشكل منفرد. كان السيناريو دائما واحدا: ستذهبين لتقديم جلسة تدليك لرجل ثري ومتوسط العمر في جزيرته الخاصة، وستحصلين على $300 أو أكثر قليلا. تخيل، فتاة في المدرسة الثانوية من أسرة مفككة لم تر في حياتها سوى الفقر والمشاكل، يعرض عليها هذا المبلغ مقابل ساعة عمل في جنة استوائية. كانت ترى في ذلك طوق نجاة. وهنا بدأت كرة الثلج تكبر. جيفري لم يكن بخيلا، كان ينفق ببذخ على الطائرات والخدمات، لكنه كان ذكيا جدا. لم يكن يريد أن يطمع فيه أحد، لذا كان يعطي الفتيات عند حدود $300. بالنسبة لثروته هذا لا شيء، لكن بالنسبة لفتاة فقيرة كان هذا مبلغا يجعلها مستعدة للعودة مرة وثانية، بل وجلب صديقاتها أيضا. من بين كل الوجوه كانت هناك فتاة واحدة لن أنساها أبدا. كانت تعمل في صالون حلاقة بسيط، وهناك كانت تستقطب الفتيات. كانت تعرف بالضبط من تستهدف: الفتيات اللواتي يظهر عليهن الاحتياج، اللواتي يبحثن عن فرصة، اللواتي لم يجدن طريقا في حياتهن. كانت تقترب منهن بابتسامة وتقول لهن: رحلة جميلة، عمل سهل، ورجل لطيف سيدفع لك.
هذه الفتاة وحدها، وعلى مدى أشهر جلبت لجيفري ما يقارب 45 فتاة. ولم يكن الأمر دفعة واحدة، بل كلما طلب وجها جديدا كانت تحصل على مبلغ مقابل كل فتاة تجلبها. والفتيات كن يشكرنها لأنهن يذهبن إلى مكان فاخر كما قيل لهن. وهنا يجب أن أكون واضحة جدا، لم تكن كل من جاءت إلى الجزيرة مجبرة أو مخدوعة. كان هناك نساء بالغات واعيات تماما بما يفعلنه، يأتين للسهرات الخاصة مع جيفري وضيوفه المهمين. هؤلاء لم يكن ضحايا أبدا، بل كن جزءا من النظام القائم. كان دورهن إقناع الفتيات الجدد أن كل شيء طبيعي، وأن الأمور تحت السيطرة، وأنهن سيحصلن على المال ويعدن لبيوتهن. هؤلاء النساء برأيي يتحملن المسؤولية نفسها، لأنهن ساهمن في إسكات البنات وطمأنة الخائفات ودفعهن للاستمرار. أما الجدد فقد كان الوضع مختلفا تماما. كنت أرى الخوف في عيونهن بوضوح. كن يدخلن الجزيرة معتقدات أن الأمر مجرد جلسة تدليك، ثم يفهمن بسرعة أن الحقيقة مختلفة. رأيت فتيات يبكين في غرف الخدم يسألن كيف يهربن، لكن الهرب كان مستحيلا. أنت في جزيرة معزولة محاطة بالمياه، والحراس يسيطرون على كل حركة. أتذكر جيدا الأماكن التي كان يتم احتجاز البعض فيها إذا حاولنا المقاومة. كان يتم الضغط عليهن نفسيا قبل اللقاءات المهمة. كانت الجزيرة مبنية على طبقتين واضحتين: طبقة المستفيدات، وهن نساء بالغات يعرفن ما يجري ويعملن بوعي كامل، وطبقة الضعيفات، الفتيات الجدد اللواتي كن يذبلن يوما بعد يوم وكأن الحياة تسحب من أرواحهن ببطء. وجيفري كان يراقب كل هذا بطريقة باردة جدا. كان يرى التناقض ويراقب انهيار البعض، وكأنه يراقب تجربة لا أشخاصا من لحم ودم. الجزيرة لم تكن منتجعا، كانت ماكينة ضخمة ومغطاة بروائح العطور الفاخرة، لكن خلفها واقع مظلم لا يعرفه إلا القليل. ككبيرة خدم في الجزيرة لم يكن عملي مجرد تنظيف غرف أو ترتيب موائد. كنا ندير المكان كما لو أننا جزء من آلة ضخمة. في الأيام العادية كانت الطلبات تبدو صحية ومثالية بشكل يثير الشك: مياه من ينابيع محددة، أطعمة عضوية من مزارع بعينها، فواكه تنقل بالطائرة وكأنها جواهر. لكن في أيام السهرات كان كل شيء يتغير. تصلنا مغلفات بيضاء مختومة، إما من جيفري نفسه أو من جيلين، تلك التي كانت تتحرك في الجزيرة كأنها ظله. الصدمة كانت في محتوى هذه القوائم: زيوت مساج مستوردة بالاسم من باريس، تطلب بكميات لا يمكن تبريرها. مرطبات ومحاليل لا تباع في الأسواق، تترك طبقة لامعة على الجلد. لا أعرف حتى اليوم لماذا كانت مطلوبة بهذه الضخامة. خزائن ملابس كاملة جاهزة قبل كل حفلة، ملابس تنكرية، أزياء رسمية، أحذية صغيرة وبمقاسات لا تتوافق مع ما نراه عادة. كنا نكويها ونرتبها ونحن نعرف جيدا لمن هي ولماذا طلبت. أما طلبات الضيوف عالم له قوانينه. كان لكل ضيف مزاجه الخاص، وهذا المزاج يحدد نوع الليلة. أحدهم كان يطلب تبديل الشراشف 3 مرات خلال الليلة الواحدة، وكلها بلون واحد محدد. آخر كان يطلب أن تكون الغرفة مظلمة تماما، ليس فيها حتى ضوء صغير يخرج من المكيف. كنا نغطي كل شيء بشريط أسود ونطفئ أي لمعة يمكن أن تظهر. إذا أردتم الحقيقة، فالمال في تلك الجزيرة لم يكن مجرد راتب، كان سلاحا. أنا شخصيا كنت أتقاضى راتبا لا يمكن مقارنته بأي راتب طبيعي. كان يعادل 3 أو 4 أضعاف ما تتقاضاه مديرة خدم في أفخم فنادق نيويورك. وليس هذا فقط، فبعد كل سهرة كبيرة أو زيارة لشخصية نافذة كنا نستلم أظرفا مغلقة لا تحمل اسما ولا توقيعا. نفتحها فنجد بداخلها مبلغا إضافيا، مبلغا يكفي لدفع إيجار سنة أو لتسديد ديون عائلة كاملة. لم يكن أحد يسأل من أين جاء هذا المال، كنا فقط نضعه في جيوبنا ونواصل الصمت. أما الحراس فكانت رواتبهم قصة أخرى تماما. أغلبهم كانوا من وحدات خاصة، سابقين في الجيش، رجال يعرفون تماما كيف يحمون الأسرار. رواتبهم كانت تكفي لشراء منزل في الضواحي خلال سنة واحدة فقط. ولهذا كانوا يغضون الطرف إن رأوا شيئا غريبا، يتظاهرون بأنهم لم يروا. إن سمعوا صراخا يرفعون مستوى الموسيقى. المال كان يجعلهم عميانا بإرادتهم.
لم يكن الأمر مقتصرا علينا أو على الحراس، السائقون، الطباخون، البحارة الذين كانوا ينقلون القوارب بين الجزيرة والبر، الجميع كان يتقاضى أجورا لا تصدق. السائق الواحد كان يتقاضى راتبا يعادل راتب مدير بنك صغير. الطباخون كانوا يحصلون على أجور لا يحلم بها، حتى طباخ يعمل في فندق 7 نجوم. والبحارة كانوا يتقاضون مبالغ تجعلهم يتشبثون بوظائفهم كما لو كانت طوق نجاة. ليس هذا فقط، نحن كنا نرسل لعائلاتنا أموالا ضخمة. هذا الجزء هو ما يجعلني أشعر بالذنب حتى اليوم. نحن لم نصمت فقط من أجل أنفسنا، صمتنا كي نرسل لأهلنا مالا لم يحلموا به. كنا نقول لأنفسنا: نحن لا نفعل شيئا سيئا، نحن فقط نعمل ونأخذ أجرا. وهي أكبر كذبة كنا نهرب بها من ضمائرنا. والنتيجة، مع مرور الوقت كنا نتحول من موظفين إلى أشخاص مربوطين في رقبة الجزيرة. المال الكثير يجعل الاستقالة أصعب، والكلام مستحيلا، والعودة لحياة طبيعية شبه مستحيلة. هذه هي الحقيقة التي لا يفهمها الناس عند سماع أي قضية كبرى. المال لا يشتري الخدمات فقط، بل يشتري الصمت، ومن ثم يشتري الضمائر كلها. صدمة يوليو 2006 كانت أول زلزال يضرب الجزيرة فعلا. عندما ألقي القبض على إبستين، عم المكان صمت لا يشبه أي صمت. كان الخدم، الحراس، الطباخون، الجميع يسير بخطى ثقيلة. كنا خائفين، لكن لم يطل ذلك الخوف، فبعد يومين فقط وصل محام مشهور، رجل يعرف كيف يعجن القضايا بلمساته، جمعنا بهدوء وقال: لا تقلقوا، القضية مصنفة كممارسات غير قانونية فقط، لا ذكر لأي شيء آخر. طبعا هو أخبرنا بذلك لأنه هناك ستكون مداهمة تفتيش على الجزيرة. بعدها مباشرة بدأ التطهير، أوامر سريعة لا تقبل النقاش: نظفوا، غيروا، أخفوا، كل شيء يجب أن يعود إلى نقطة الصفر. ورغم كل الاحتياطات، استطاعت الشرطة الوصول إلى عدد من الكاميرات المخفية التي لم نكن نعرف بوجودها أصلاً، خاصة في الزوايا التي كان إبستين يختارها لجلساته مع ضيوفه المهمين. هنا توقعت أن كل شيء انتهى. تركت الجزيرة وأنا مقتنعة أن إمبراطوريته سقطت. لكن المفاجأة جاءت بعد أيام. عاد، دفع غرامة، خرج، ثم أقام حفلة سماها الضيوف حفلة العودة. ولم تكن حفلة عادية، كانت أكبر سهرة شهدتها الجزيرة منذ إنشائها. كان يتجول بينها كأنه ملك أبعاد لعرشه، ينظر لضيوفه ويبتسم تلك الابتسامة التي تقول: رأيتم، أنا أقوى مما تظنون. ومنذ تلك الليلة عاد كل شيء أسوأ مما كان. في عام 2008 اعترف إبستين في فلوريدا بمخالفتين قانونيتين، مخالفتان فقط، رغم أن الشائعات والملفات والصحافة وقتها كانت تتحدث عن أمور كثيرة تدور حوله. لكن المفاجأة لم تكن في عدد التهم، المفاجأة كانت في نوع العقوبة. صدر الحكم عليه بالسجن 18 شهرا، ومع ذلك كان يسمح له بالخروج يوميا لفترات طويلة تصل إلى 16 ساعة، 6 أيام في الأسبوع. كان يعيش خارج الزنزانة أكثر مما يعيش داخلها. يخرج إلى مكتبه، يدير أعماله، يتابع حياته بشكل يكاد يكون طبيعيا، ثم يعود في المساء فقط لينام. كنا نرى ذلك من بعيد ونقول: هذا الرجل محصن، لن يسقط أبدا. وبالفعل بقي الوضع هكذا حتى عام 2019. في 6 يوليو عام 2019 تم توقيفه مرة أخرى في مطار تيربورو، وهذه المرة كانت القضية مختلفة تماما، قضية واسعة، حساسة، وتحت إشراف فيدرالي مباشر. منذ لحظة اعتقاله شعرت أن شيئا كبيرا يتغير. الوجوه التي كانت تملأ حفلاته سابقا، الوجوه التي كانت تبتسم له وتعامله كأنه مركز الكون، أصبحت الآن شخصيات لا ترغب أبدا في أن يذكر اسمها إلى جواره. بدأ وكأنه لم يعد محميا، بل أصبح عبئا على دوائر كانت يوما ما تتقرب منه. تم رفض كفالته ووضع في منشأة شديدة الرقابة. ثم حدثت الواقعة الأولى، عثروا عليه فاقدا للوعي داخل زنزانته، وتم وضعه بعدها تحت مراقبة مشددة. لكن الغموض الحقيقي ما زال مرتبطا بليلة وفاته. في تلك الليلة تحديدا انقطعت بعض أنظمة المراقبة. الحارسان المناوبان قالا إنهما كانا نائمين. الممر أصبح هادئا بشكل غير مألوف، وكأن شيئا ما فصل الزنزانة عن العالم للحظات قصيرة.
قال التقرير الرسمي إنه هو اختار ذلك، لكن أنا التي عرفت طباعه وطريقة تفكيره لأكثر من 10 سنوات لا أستطيع تصديق ذلك، ليس لأنه كان متمسكا بالحياة لأسباب عاطفية، بل لأنه كان يمتلك معلومات حساسة للغاية، وكان دائما يقول عبارة لم أفهمها إلا لاحقا: هناك من يحتاج صمتي أكثر مما أحتاجه أنا، وأنا مقتنعة أن اللحظة التي أصبح فيها صمته مكلفا كانت اللحظة التي تغير فيها كل شيء. ما أستطيع قوله لكم اليوم هو أن نهايته الحقيقية ستظل ملفا مفتوحا، وربما لن تعرف تفاصيلها الكاملة أبدا. أما ما أعرفه شخصيا فهو مما لا يكون من مصلحة أحد أن يقال. رحل جيفري، لكن وفاته لم تغلق القصة. قبل رحيله كتب وثيقة أخيرة، وثيقة تضم 43 اسما اختارهم بعناية ووزع عليهم مبالغ طائلة لضمان أن تبقى بعض الأبواب مغلقة وبعض الأصوات صامتة. وما أثار دهشتي أن هذه القائمة شملت أيضا أشخاصا من داخل الجزيرة، حراس، سائقون وخدم، وكل منهم حصل على ما يكفي ليختفي صوته مدى الحياة. أما أنا التي رافقته لسنوات والتي عرفت تفاصيل حياته أكثر مما عرف نفسه، لم يكن اسمي بينهم. لا أعلم إن كان ذلك ثقة عمياء بصمتي أم تذكيرا أخيرا بأن دوري بالنسبة له انتهى، لكن ما أعرفه جيدا هو أن استبعادي لم يكن إسكاتا لي، بل كان الشرارة التي أعادت فتح كل الأبواب التي حاولوا إغلاقها. أنا هنا اليوم لأنني الوحيدة التي ما زالت تحمل الحقيقة كاملة، والوحيدة التي لم يعد لديها ما تخسره.